شركات الجيش، شركات الامن، شركات الشرطه، شركات كلها تؤول مش تراقب وزاره الماليه، تؤول الى وزاره الماليه. اما التصنيع الحربي يتم مراقبته عبر اجهزه الرقابه بتاعت الدوله الماليه اذا كان المراجع العام او اذا كانت وزاره الماليه. هذا الاتفاق يتكلم عن سلام جوبا، سلام جوبا هذا السلام التاريخي الذي اعاد الحقوق لاهلنا في كل السودان وفي بعض السودان. لا نستطيع اذا جعلناه في حالته دي يؤدي الى حرب، وإذا لغيناه يؤدي إلى حرب. توافق الجميع على الحفاظ على مكتسبات هذا السلام ومراجعة الجوانب التي ممكن ظهرت في التطبيق سلبيات الناس يراجعوها. هذا الاتفاق تحدث عن تفكيك نظام 30 من يونيو، دي قضايا كبرى تخص الشعب السوداني. ناقش الاتفاق الإطاري ده، كنت أتمنى إنه يكون النقاش إنه هل التفكيك من مصلحة السودان ولا لا؟ هل قيام جيش واحد من مصلحة السودان ولا لا؟ هل قيام سلطة مدنية من مصلحة السودان ولا لا؟ ده النقاش اللي بيودي البلد لقدام، مش العمل منو المكتوب شنو. دي القضية الأساسية. واحد. اثنين، أنا شايف حاجة مهمة جدا لازم ننتبه لها، إنه عشان أستاذنا بشير والدكتور بشير يعني عمل إشارات تريكات كده نحاول نناقشها برضه لمصلحة المشاهدين والسودانيين. دول فيهم خريجين علوم سياسية كثيرين، يعني أنا بقول كلامي وأنت تقول كلامك وبعدين الناس يحكموا. أول حاجة السيكولار لا تعني المدنية تحت أي حال من الأحوال. ده مصطلح جديد سمعنا به هنا في الاستوديو ده، إنه الدولة المدنية تعني الدولة العلمانية. ده ما موجود، وإذا موجود نتلاقى مرة ثانية في الاستوديو ونشوف القصة دي قاعدة فيها تمرجع وقال منو وقال كيف. دي واحدة. اثنين، لم يتحدث الحرية والتغيير أو غيرها غير الإصلاح الأمني والعسكري المفضي إلى، أنت قلت السع التسجيل قاعد قلت في كتابات ونتكلم عن هيكلة الجيش. أنا عايز أعرف الكتابة دي قاعدة وين وفيها سطر أنت قلتها، عشان نكون يعني الزول لو لازم الزول يقرأ الحاجة عشان يدخل يقول كلام صحيح، ونحن المسألة دي نتكلم فيها بوضوح. يا سطر نحن قلنا فيه تفكيك القوات المسلحة، ما حصل الكلام ده. الإصلاح الأمني والعسكري المفضي إلى قيام جيش مهني واحد. الإصلاح الأمني والعسكري ده فيه حاجة مهمة، تنقية الجيش من العناصر السياسية وتحديدا الإسلاميين والآخرين. يتم إبعادهم من الجيش، لأنه الجيش ده لازم يكون قومي وما عنده علاقة بالأحزاب السياسية. عشان ما يجينا عمر حسن جديد يقول لنا أصلي زمان كنت أخوان مسلمين ودخلت الجيش وعملت انقلاب، عشان ما يحصل الغش الغشونا بها الجماعة دي الزمان ما تتكرر في السودان الجديد اللي نحلم به ده. نحن عايزين جيش مهني يخدمنا كلنا، يعبر عننا كلنا. ده بنعمله بالآتي، ما بنقول له بالتمني. واحد، بدمج الدعم السريع وبموافقة قائد الدعم السريع، وذكر بلسانه اليوم انه موافق على دمج الدعم السريع. اثنين، بالترتيبات الأمنية بتاعت الحركات الكفاح المسلح. نعمل الحاجتين ديل مع وضع مصفوفات لتطوير هذا الجيش ونمشي به لقدام. ما تقول حاجة نحن ما قلناها وإلا أنت بتكون بتتهم الناس بالنوايا، ده موضوع آخر. دي القضية الثانية اللي أنت ذكرتها. القضية الثالثة ذكرتها ما صحيحة برضو، والنصوص بس تطلع علينا هنا أو في وقت ثاني عشان نحن نكون حافظين حاجاتنا وعارفينها. أنت قلت تتكلم عن إنه رئيس الوزراء يعين القضاء. نو، لم يذكر على الإطلاق رئيس الوزراء يعين القضاء. الوثيقة الأساسية الأولى لما طلعت قالت قوى الثورة تعين القضاء. نحن في الحرية والتغيير قلنا نو، لما الوثيقة دي جاتنا قلنا أبدا تشكل، وده اللي اتكتب الليلة والناس أظنهم حضروا الإعلان الاتفاق الإطاري. ذكر تحديدا قيام مجلس عدلي من اختصاصيين قانونيين مؤقت، دوره يعين رئيس القضاء ويعين النائب العام ويعين الأجهزة دي، ثم يتم حله مباشرة بعد قيام هذا العمل. عشان يا إخواننا نحن لما نقول كلام مضبوط وحقيقي، يعني الناس ما تشيل الحمية وتقول كلام ما صحيح في نصوص موجودة وشاف الشعب السوداني كله، والزول يقرأ حاجاته كويس وما يتهم الناس بالباطل. دي 3 فاولات أنا ما سجلتها، دي 3 فاولات سريعة. بعدين يا أستاذنا يعني أنا والله ما أقدر أوجهك، لكن قصة زواج وطلاق دي ما مناسبة في العمل السياسي. يعني نحن حقه برضه مفترضاتنا دي نحاول نرقيها، لأنه الجو الجاي ده نحن دايرين ننقيه من شوائب الألفاظ غير المناسبة لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة. دي عندها اشتراطاتها وعندها نظمها. ده توجيه مالك لي أنا وإنت وكلنا، يعني نحاول نخلي ألفاظنا شوية مضبوطة. قصة الزواج وطلاق وطلقوهن وعرسوهن دي ما مناسبة. طيب ده جانب نخليه. نتكلم عن جانب ثاني مهم شديد بالنسبة لنا، مسودة مشروع الوثيقة
الدستورية دي أنا حقول عنها كلام محدد ومضبوط شديد. أول حاجة الوثيقة الدستورية الأولى دي، إذا الناس بيتكلم عن شرعية الانتخاب، الوثيقة الدستورية الأولى دي ذاتها ما اتكتبت بشرعية انتخاب، ذاتها اللي بيتكلموا عنها الإخوة الرفاق في حركة جيش تحرير السودان، اتعملت بالتراضي الثوري ده ذاته والعمل الوثيقة ديك. هل هذا الاشتراط هو الذي قام بإجراء هذا الاتفاق الإطاري الآن؟ ما ده داير أقوله. ذات الإجراء تم الانقلاب على هذه الوثيقة، ما في حاجة اسمها إجراءات ومفاصلة، ده نو